السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا خاص بمكن الحلاقة. مكن الحلاقة يا جماعة بيقاسي معانا كتير جدا، بيخش فيه شعر كتير من كمية الشغل اللي بنشتغل بيه. زي ما هو ما بيساعدنا في شغلنا احنا كمان نهتم بيه. ايه اللي هنعمله؟ تعالوا مع بعض يا جماعة نتعلم ازاي نفك المكن الفي جي ار وننضفه جوه وبره، وازاي نركب المشط ونساوي السلاحين على بعض من غير ما يكون واحد عالي وواحد واطي، وازاي نقرب الزيرو بتاعه. بس قبل ما نشوف المكن بيتنضف ازاي، يا ريت تعملوا لنا لايك، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مننا كل جديد. شاهد معايا الفيديو للآخر. يلا بينا. معانا مكنة VGR موديل 134، وهنجيب فرشة سنان عشان ننضف بيها الشعر، وهنجيب مفك صليبة. أنا هنا جايب لقمة كمان لمقاس أصغر لمفك الصليبة. نبدأ بقى نفك إمشاط المكنة الأول عشان نطلع الشعر المتراكم ما بين الإمشاط. كل حاجة يا جماعة هنفكها لازم ننضفها، لأن الشعر دوت بيكون عامل زي الطينة كده ما بين الحاجة. فكنا المشط الكبير وبعد كده فكنا المشط الصغير. المشط الصغير دوت بيكون واقف على سوستة صغيرة هنطلعها دلوقتي، بس الشعر متراكم كتير جدا حواليها. عشان نعرف نطلع السوستة دي لازم نفك دراع المستويات، الدراع اللي في الجنب ده. الدراع دوت لما نفكه هنقدر نطلع القاعدة اللي بيمسك فيها المسامير بتاعة الإمشاط زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ بقى نطلع الشعر المتراكم داخل المكنة. السوستة اهي يا جماعة، نخلي بالنا قوي، لأن السوستة دوت شيء مهم جدا 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 في المكنة. من غيرها المشط الداخلي مش هيتحرك على المشط الخارجي، فنخلي بالنا لا تضيع. ولما ننضفها بالراحة خالص لحد ما تنضف معانا، وبعد كده نركبها. مكان المجرى لما بتركب لازم ننضف كويس قوي، علشان خاطر بيكون فيها برضو شعر كتير قوي. واحنا بننضف نراعي ان احنا منسيبش حتى اقل شوية شعر، لان شوية الشعر الصغيرين دول ممكن يدخلوا في اي حتة ضيقة، يحوشوا اي حاجة بتتحرك، ما تخليهاش تلف او تتحرك بصورة سليمة. المشط احنا ممكن نغسله وممكن ننضفه زي ما حضراتكم شفتوا كده. ننضف برضو القاعدة اللي بيمسك فيها الإبشاط. السوستة اهي يا جماعة، بنضفها بالراحة جدا. وده المسمار بتاع دراع المستويات، ننضفه برضو لأنه بيكون لامم شعر. نجيب بقى المشط الداخلي ونخلينا بالراحة قوي، لأن بيكون فيه قطعة بلاستيكية، القطعة ديت لو اتشالت المشط الداخلي مش هيثبت في المكان. ننضف سنان المشط كويس، والمسامير برضو اللي بتمسك المشط الخارجي منخليش فيها شعر خالص.
دلوقتي احنا نضفنا المشط المكنة قصدي من جوه. تعالى بقى نفك الكفر اللي بره علشان خاطر ننضف المكنة من بره. في 3 مسامير فوق كده نفكهم بالراحة ونرفع الغطا. بص الغطا اللي انا بشعر كتير ازاي. ننضفها كويس قوي، منخليش فيه حاجة. الحاجات اللي لازقة في الكفر ممكن نطلعها بفرشة أو بطرف صابعنا كده زي ما حضراتكم شفتوا، أو بمنديل أو بأي حاجة يعني. نضفناه وهنحطه على جنب لحد ما نخلص. نمسك بقى المكنة. هنشيل الأول العدسة بتاعة عداد البيان اللي بيظهر لنا المكنة على شحن قد إيه. نبدأ بقى ننضف الشعر المتراكم جنب الموتور واللي على المكنة كله من الداخل. نلاقي برضو في حاجات لازقة نشيلها بالفرشة، لو ما اتشالتش نشيلها برضو بطرف ايدينا. في حاجات بتبقى ماسكة جوه كده الفرشة مش طايلاها، نخبط بس المكنة خبطة بسيطة على ايه، على الأرض كده، بحيث إنها تنزل كل حاجة فيها. طبعا خبطة بسيطة جدا عشان مفيش حاجة تتكسر. هي إن شاء الله مفيش حاجة تتكسر، بس لأن المكنة دي أصلا مضادة للصدمات، هي كلها معدن، بس حرصا يعني لأي حاجة تتكسر لازم نحافظ طبعا. شايفين كمية الشعر اللي نازلة من المكنة؟ طبعا كتير. الجزء اللي نازل من المكنة دوت الجزء اللي بيحمي الزور بتاع الموتور من فوق، ما يخليهاش يعديله شعر. رجعناه مكانه. نبدأ بقى نركب العدسة مكانها تاني. وبعد كده نركب الظهر، ونخلي بالنا كويس قوي إن الظهر لازم يكون راسي جدا 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 على الجزء السفلي. عشان مفيش أثناء الشغل يخش الموتور شعر فيتسبب إن هو يقف يعني. نخلي الموتور يقف أو يلف في القلاووز بتاعه كويس، ما نعفاش عليه إن هو يلف جامد، لأن احنا كده بنبوظ القاعدة اللي تحت. فلازم نربط المسمار بالراحة ونخليه يخش بسلاسة كده. بعد كده يا جماعة نمسح الوش كويس. شايفين مفيش مكان فاضي ما بين الظهر والجسم الجسم السفلي. كده يبقى الغطا راكب كويس أوي.
نبدأ بقى نركب القاعدة الأول. ونركب في القاعدة مسمار المستويات بتاعها. المسمار ده بيكون فيه بنز صغير كده، لازم نحط البنز دوت في المكان الخاص بيه في القاعدة عشان نضمن حركة المشط فوق وتحت. منقرطش عليه قوي عشان الدراع ما يكونش تقيل. نبدأ بقى نركب السوستة في اللسان المعدني الخارج ده. السوستة بتركب في القطعة المعدنية دي. كده ركبنا السوستة، نركب بقى المشط. المشط بيكون فيه سنين كده، السوستة بتشبط فيهم. ركبهم بالراحة قوي لا السوستة تتكسر، أهم حاجة. ثبتنا المشط الداخلي، نحط المشط الخارجي. نمسكه بإيدينا كويس، وبعد كده نركب المسامير ونربطها، بس مش قوي، نسيب فيها حاجة بسيطة بحيث إن احنا نظبط السن على السن لسه. سن المشط الداخلي على سن المشط الخارجي. كده الحمد لله ظبطنا السن اهو، مفيش حتة أعلى من التانية. كده يبقى السن كله متساوي. نبدأ نقرط على المسامير للآخر. كده خلاص السن على السن اهو. نجرب بقى المكنة، شغلناها، بصوا بتتحرك ازاي على الترابيزة. نبدأ بقى نجيب زيت مكان خياطة أو جاز اللي هو السولار يعني، والأفضل نعمل بالجاز الأول وبعد كده نديله نقطتين زيت، بس حاليا ما كانش عندي جاز فعملت بالزيت بعد التنظيف. نحط في المسامات الجانبية المفتوحة اللي ما بين المشطين والمكنة شغالة، ونحط فوق المشط الداخلي والمكنة برضو شغالة. نحرك الدراع فوق وتحت بحيث إن الزيت يتخلل ما بين المشطين ويبقى المشط ناعم. نحرك المكنة بطريقة جانبية أو بطريقة مقلوبة، تقلب المكنة على وشها وانت ماسكها. يا رب تكونوا استفدتوا معانا في الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو اول مره تشوف القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.